توازن الرعب. توازن الرعب ده ناس كتير طلبت مني ان انا اتكلم فيه عشان عندهم لخبطه فيه. يعني في ناس بتقول لك يعني انت بتقول ان الضباط كده انا ظابط ف ماليش دعوه، انا ما بموتش حد، فانت بتقول لي لو حصل اعتداء هتيجي تضربني في بيتي؟ طب وانا ذنبي ايه كده؟ يعني فهمنا اعملنا وكده. فشرحتها امبارح ولقيت من المناسب ان احنا نشرحها النهارده برضو تاني. احنا يا جماعه مش هيجي في وقت من الاوقات نقول للناس اضربوا فلان او خشوا او اعملوا، لا، احنا بنتكلم عن ثوره حقيقيه. احنا هنطلب من الناس في البدايه خالص، من بدايه الثوره بنقول لهم ان هي ثوره سلميه، احنا مش عاوزين نعتدي على حد. لكن واقع الامور لو ابتدت الشرطه او الجيش او اي مؤسسه تعتدي على حياه الشعب اللي محدش مدرك فعلا ان هو السيد. يعني حتى لما جه سامع عنان يقول ايها الوطن السيد، الناس قاعده تتريق عليه، الناس مش شعب. بتتريق عليه ليه؟ حتى لو هو ابن 60 في 70 بتتريق عليه ان هو بيقول لك ان انت كويس. فلو حصل هذا الاعتداء هي طبعا ما فيش حد، لا احنا هنقدر نقول للناس وقفوا، وفعلا هيبقوا في خطر. طيب فانت عاوز ايه مننا؟ يعني الخطاب ده يوجه لمين؟ يوجه لافراد الشرطه والجيش واي منظمه امنيه تعلم انها منظمه قمعيه. ده الواقع. يعني مثلا في بنجلاديش لما قام عملوا ايه في الضباط والعساكر؟ ما كانوش مستنيين حد يقول لهم يعني. فاحنا المأساة ان في ناس خايفه من احتمالات المستقبل ولا تهتم بحقائق الواقع. يعني كلمه كبيره صح، يا ريت كان معايا نضاره الشمس. يعني ايه؟ ده خايف لما نعمل ثوره والثوره تنجح ويحصل اعتداءات على الحاجات الامنيه والضباط ما يلتزموش بمطالب الثوره فيحصل اعتداءات على ضباط كويسين، وهو مش شايف خالص ان في حاليا بقى الواقع بقى كل ده اللي هي الافتراضات والاشتراطات. 100,000 معتقل، مش اقل من 20,000 شهيد، تعذيب دايم في السجون، ظلم بحت، سرقه، قتل للناس من الجوع. انت مش بتفكر في كده. هذا الكلام كله قائم على فرض هذه المنظومه. مع ذلك احنا مش بنقول لحد يعمل حاجه خالص، بس هو فعلا حقيقه الامر، حقيقه الثوره اساسا الناس دي مش تبقى في امان. هو احنا في يناير حد قال للناس لما تشوفوا عسكري او قلعوه هدومه؟ قلعوهم هدومهم فعلا. احنا ممكن في البدايه خالص بالنسبه لقيادات الثوره بنقول للناس احنا لن نعتدي، احنا لن مش عارف ايه، احنا عاوزين الامور تمشي كويس، الى ان يتم اعتداء. لو انا قلت للناس كده يبقى انا راجل مش محترم. لو انا قلت للناس بقى بعد ما يتم الاعتداء عليهم يلا يا جماعه خليكم اضربوا انتوا واسكتوا، يبقى انا اسمع. فده اللبس العجيب يعني في الناس والتفكير الغريب قوي ان هو بيفكر لبكره لحسن، خايف يا حبه عيني لحسن يحصل 1 2 3 4 5 فيحصل اذى. لا ده واقع. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، هل في اي ضابط شرطه مش مشترك في الاعتداء على الناس؟ لا مفيش. اي ضابط شرطه بيعتدي على الناس. يعني ايه؟ الطيب والطيب، والناس اللي انت تقول لهم كويسين والناس اللي قالوا لهم كويسين. واقع الامر لو قامت ثوره اي ضابط شرطه في عمله هيعتدي على الناس، بيعتدي على الناس. ليه؟ حضرتك مش شرط ان انت تكون في الامن المركزي يعني، او في امن الدوله، او في المباحث الجنائيه. حضرتك اختار اي حاجه، مرور، هقول لك اقفل ده وهنحبس الناس وهنعمل لهم مش عارف ايه. هتعدي وانت في المرور عربيات البلطجيه اللي رايحه تضرب وهتمنع الناس من الوصول. صح ولا مش صح؟ صح. فين حضرتك؟ في السجل المدني هيجيب لي يقول لك اعمل لي البتاع وتعرف لي على جميع الشخصيات اللي هي مش عارف ايه وكده، هتقول له لا. التموين انت اللي رايح تجيب له الدعم والذخيره واللي مش عارف ايه وكده. اي حاجه في اي شغلانه ليك في الشرطه انت مشارك. عشان كده بنقول لك لما تحصل ثوره تكون موجود في بيتك، لان انت نزولك جهاز قمعي. انت دلوقتي عصابه مجرمه مسلحه نازله تسرق بنك، السواق ده ملوش يعني يقدروا يتحركوا من غير السواق. اللي بيراقب النادرجي اللي بيفتح الخزن، كلكم مشتركين يا جماعه، كلكم مشتركين في هذه المهزله. والله كلكم مشتركين في قتل شعبكم. ف
يعني حسيت ان احنا يعني الموضوع ده شرحناه امبارح بشكل مستفيض، وحسيت ان هو عامل لغط عند الناس، فبحب اقول. لكن احنا عن نفسنا عمرنا ما هنقول لحد والنبي افتح البتاع وخش واقتحم ومش عارف ايه وكده، مش هنقولها، مش هتطلع مننا يعني، مش هنقول خش واقتحم، بس بنقول ان من عناصر الرعب ان ده هيحصل، سواء هيدين جميع الساسة فعلا. انت يا بقى قلب رهيب يا اللي خايف لبعد ما نعمل الثوره والناس تنزل ويبان ان كل الناس ضد هذا الحكم المنحط المجرم، فيقعد بعض الناس برضه بيقدموا مساعدات ويقتلوا، فانت خايف لا يتاذوا. فبقول لك لا، بص في الواقع بتاعك، ما ترجمش بالغيب. هتلاقي عندك ستات، سيدات، امهات مش عارفين يمسكوا ايد ولادهم عشان في عرض جاسوس ابن مرة وسخة لا يساعده الا كل منحط مانحة ان هي تمسك ايدها. فبلاش يعني قلبك الرهيب ده، بلاش قلبك الرهيب ده. الواحد الظاهر لازم بعد السن ده يبتدي ياخد والله يبتدي ياخد مهدئات. ثورة المفاصل جاية تقضي على كل فاجر، ثورة المفاصل جاية تقضي على كل فاجر.